اذا بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال الفقاصه ديال 500 درهم الشباب، كيجي معها هاد المتحكم ديال قياس الرطوبه بحال هذا. راه كتخليه ديما هنايا، يعني كتبقى غير كتقرا فيه الرطوبه اللي كاينه في الجو فقط، يعني باش تعرف انك واش خاصك تزيد الماء تنقص الماء. بالنسبه للرطوبه في الايام الاولى، يعني ملي كدير البيض من النهار الاول حتى النهار 18 كتكون الرطوبه ما بين 45 حتى ل 55، يعني عاديه. بالنسبه للايام الاخيره، دوك 3 الايام الاخيره، راه بالنسبه ل3 الايام الاخيره كتطلع الرطوبه، يعني كتزيد طاسه ديال الماء بحال هادي. كنجيب واحد الطاسه ديال الماء في أو في, في الايام الاولى، كنحطوا واحد الطاسه ديال الماء بحال هادي. فمن بعد كنزيدو طاسه ديال الماء باش ان الرطوبه تطلع لنا مزيان. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. يعني في الايام الاولى الرطوبه خاصها تكون ما بين 45 حتى ل 55. كيجيو معاها جوج دكايات هادو. بالنسبه للدراري اللي باغيين يديروا في الفقاصه اكثر من 100 بيضه، يعني اللي باغي يدير اقل من 100 بيضه، هاد المساحه راه قادر انها تهز ليها 80 بيضه، 90 بيضه، 70 بيضه، قادر. بالنسبه للدراري اللي باغيين يديروا اكثر من 100 بيضه ولا 100 بيضه للفوق، كيحتاجوا هاد الدكايات، راه كنصيفطها لك معاها. هاد البلاطو هذا، يعني كدير البلاطو بحال هكا، والدكايات، وكيتحط هو الاول البيض في الارض، وكيتحط في البلاطو 88 بيضه اللي كيهز. غنوريكم الطريقه دابا. اول حاجه البولار كتكون محيده، كتجيب الطاسه ديال الماء اللي كتجيب انت كتحطها هنايا، كدير فيها الماء. بسم الله، الماء نخوي فيها. ديما حاول ان الطاسه ديال الماء ديما تحاول تعمر المنسوب ديال المياه يكون في السطح ديالها بحال الشاكله بحال هكا. دابا نركبو البوله بحال هكا باش تبقى البوله قريبه للماء هنايا. دابا غادي نجيبو البيض، غادي نبداو نستفو في هاد الجهه اللي هنا في الارض في الاسفل. من بعد غادي نحطو البلاطو فوق هادشي وغنستفو فوق البلاطو. هاني دابا حطيت دابا 60 بيضة تقريبا في الارض. الحساس ديال الحراره فين كيبقاو، الحراره والرطوبه. الحساس ديالها راه كنديروه بحال هكا من الفوق. كنجيبو التكايات يكونوا مقادين، كنجيبو هاد البلاطو بحال هكا نحطوه هنايا. البلاطو كيجي مقاد دابا. نبداو نصطفو البيضات اللي باقيين هنايا. بالنسبه للبيض فاش كنبغيو نحطوه في البلاطو، ديما الجهه الرقيقه هي اللي تكون لتحت، الجهه الرقيقه تكون لتحت باش هاد الغرفه الهوائيه اللي الفوق تكون الفوق. اذا هانتوما بعد ما صطفنا البيض تقريبا كاينه شي كدا و70 الفوق، فهاد البلاطو ما عمرش مزيان، والتحت راه كاينه 60. وعمرنا الطاسه ديال الماء. كنشوفو واش البوله راكبه مزيان، كلشي الامور هي هذيك. كنحاولو نجيبو هاد الحساس الفوق. الحساسات حطيناهم الفوق، هو الحساس ديال الحراره الرطوبه. دابا كنديمارو الفقاصه عادي، كنغطوها بحال هكا. كنحاولو نسدوها مزيان، ما نخلوش شي اسباس من يخرج الريح. نغطوها مزيان، كنتقلو عليها بشي حاجه باش الضغط ما يبقاش شي حاجه شي فجوه ملي كيخرج الريح، باش تطلع لنا الحراره مزيان في الفقاصه. وكنخدموها عادي. دابا الفقاصه كنخلوها على هاد الحال واحد 3 ايام، يعني 3 ايام الاولى كنجي غير كنراقب صافي، كنشوف غير واش الامور هي هاديك. كنشوف الحراره واش مزيانه، واش البوله كتطفو وكتشعل في 37، يعني محصوره في 37. نجي كنراقب الرطوبه، كنشوف واش الرطوبه مزيان. دابا الرطوبه طالعه عندي انا حيت عاد ديماريت الفقاصه، الرطوبه غادي تنزل مازال. ملي كدوز 3 ايام غنوريكم الطريقه ديال التقليب كيفاش كنقلب. فقلنا في الايام الاولى ما كنقيسو والو، كنراقبو غير المسائل واش هي هذيك. التقلاب كنحتاجوه من بعد 3 ايام، يعني بدا ملي كيبدا الفلوس كيتربى في البيضه. كيفاش كنقلبو؟ افضل طريقه بالنسبه للدراري اللي كيخدموا في البلاطو، افضل طريقه هي كتهز البيضه بحال هكا، كدير لها هكا كتحطها. يعني قدامكم تقريبا كندير هاد العمليه، ما كتاخذش مني شي وقت اللي كبير. بحال هكا تقريبا. ودي افضل طريقه ديال التقليب، افضل طريقه.
سينو راه تقدر تهز البلاطو بحال هكا، تهزو وتميلو هكا وتميلو هكا، تحركو واحد شويه. دابا مع شاد بليد كنخدم بليد وكنصور بليد، ما كنقدرش نوريكم الطريقه كيفاش. غتشد البلاطو من هنا ومن هنا، وغادي تقلبو هكا وتدورو هكا بدون ما البيض يطيح ليك. راه طريقه اللي ساهله. ملي كنقلبو هاد الجهه اللي الفوق، سوا كندورو بحال هكا سوا كنقلب البلاطو بحال هكا، كنحيد البلاطو كنحطو في الارض وكنحرك هذاك البيض اللي في الارض، كنحركو بيدي بحال هكا بطريقه عاديه. دابا حيدت البلاطو جبتو هنايا. انت ملي كنبغي نردو راه كنتاكد من هاد التكايات ديالو واش مزيانين، واش قادر يوقف فوق منه. ملي كنجيو كنبغيو نحركو البيض بحال هكا بحال هكا صافي، هكا 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 هكا. هادي ملي كدوز 3 ايام، يعني كنديرو هاد العمليه واحد 3 المرات في النهار. 2 المرات كافيه، ولكن من الافضل 3 المرات 4 المرات راه مزيان. هذا ما كان الدراري. ملي كتوصل 18 يوم صافي راه ما كتحتاج تقلب، يعني التقلاب كيكون عندك غير من النهار الثالث حتى النهار 18 يوم. وبالنسبه للنهار الثالث راه كنزيدو طاسات ديال الماء، هنايا كنزيد واحد طاسه 2 طاسات اخرين بحال هادي باش الرطوبه تطلع عندنا مزيان. بالنسبه لاخر النهار راه نقدر نخلو مثلا البيض هنايا في قصن عادي ماشي ما فيه حتى شي اشكاليه، ونقدروا نحطوا البيض كامل هنايا، والفلوس ديك الساعات اللي خرج راه كنهزو كنحولو لشي بلاصه اخرى من كاين واحد الضانه، وكنحيد القشور ديال البيض باش ما يكونش واحد الازدحام. هادشي اللي كان الدراري، والله يسخر الجميع.